جاهزين تعيشوا وتستمتعوا بأجمد مغامرة ممكن تعملوها في حياتكم؟ أنا عندي ليكم حاجة من الآخر يا جماعة، مغامرة البرازيل. أيوة البرازيل، بلاد السامبا والطبيعة والسحر والكورة والموسيقى والحرية. المغامرة دي معمولة مخصوص عشانكم، وأنا هكون معاكم بإذن الله فيها لحظة بلحظة، حجاجوفيتش ستايل. هنبدأ من العاصمة البرازيلية. برازيليا تعتبر تحفة معمارية بجد، عاصمة مش عادية، مبنية بتصميم عبقري، شكلها زي الطيارة لما تشوفها من فوق. كل شارع وكل مبنى معمول بفكر وذوق، تحس انك في المستقبل. وبعدين نروح على شاباداس ديس فياديراس اللي اول ما نوصل لها كأننا دخلنا جنة الله على الارض. مئات الشلالات الضخمة اللي كلنا هننزل نعوم فيها وناخد احلى فيديوهات وصور، ونعيش ما بين الجبال الساحرة والطيور والحيوانات النادرة. كل لحظة في شاباداس هتخليك تفكر 1000 مرة انت في حقيقة ولا في خيال. لما ايامنا في شاباداس تخلص نكون لازم نمشي لمغامرة جديدة. انا مش عارف ازاي هعرف اقنعكم تسيبوا شاباداس، وعشان كده قلت لازم يبقى مسك الختام في مغامرة البرازيل حاجة صاروخية مكوكية ما لقيتش اصيع من ريو دي جانيرو، اكتر مدينة فيها طاقة ايجابية وسعادة في العالم كله بلا منازع. هنبتدي نستكشف ريو دي جانيرو من السماء واحنا بنطير فوق شواطئ كوبا كابانا وإيبانيما وغيرها من الشواطئ الرائعة هناك. هنشوف البرازيل من زاوية مستحيل تنسوها. ننزل تحت نتمشى في شوارع الفافيلا ونشوف البرازيل والبرازيليين بدون مكياج على طبيعتهم تماما. حاجات كتيرة جدا هنعملها في ريو دي جانيرو، ومنها ان احنا هنروح ونستمتع بتجربة شاطئ كوبا كابانا، وهنلاقي قد ايه ان كل الناس حوالينا مهيصين ومبسوطين وبيرقصوا سامبا، وهتعرفوا على طول ليه الشعب البرازيلي اسعد شعب في العالم. ولكن لكل حاجة جميلة ليها نهاية، وهيكون الوقت اننا نودع البرازيل. ولكن انا وعدكم اننا هنروح بلادنا وقلوبنا وارواحنا مليانة طاقة ايجابية وذكريات هتفضل معانا لاخر لحظة في حياتنا. هنقولها لحبايبنا واصحابنا واولادنا، ممكن كمان احفادنا. بس خدوا بالكم ان المغامرة دي الاماكن فيها محدودة جدا، لازم تحجز او تحجزي دلوقتي حالا عن طريق هتسافر، واللينك في البايو. يلا بينا، البرازيل تنادينا.